نبيل من البصرة يقول: هل يجوز لإخوة الميت التحدث والأكل مع زوجة الميت إذا كانت هي في حالة حداد؟ الحداد شنو معناه؟ يجب على المرأة المتوفى زوجها، يجب عليها أن تعتد عدة الوفاة. إذا كانت مو حامل 4 أشهر و10 أيام، إذا كانت حامل فتعتد بأبعد الأجلين. يعني أيهما أبعد، وضع الحمل أم 4 أشهر و10 أيام؟ فهاي الحامل تبقى لازمة عدة إلى أن تضع الحمل. إذا وضعت الحمل مالته وال4 أشهر و10 أيام خلصانة، خلصت العدة. إذا بعده كما لو كانت مثلا حامل بالشهر السابع وضعت وبعدها العدة ما خلصانة 4 أشهر و10 أيام، فتكمل 4 أشهر و10 أيام. بالإضافة للعدة ماذا يجب عليها؟ يجب عليها الحداد. شنو الحداد؟ ترك كل ما يعد زينة لها عرفا، كل ما يعد زينة لها عرفا التركه. شنو اللي يعد زينة إلها؟ ملابس ملونة مثلا أصفر أحمر، هذا يعد زينة ما يصير تلبسه. أيضا بالنسبة للمصوغات الذهبية فضية إلى آخره، أيضا هاي ما تلبسها خلال العدة. وأيضا الزينة في البدن، حنة، صبغ، مكياج إلى آخره، هاي المرأة ما تخليها. قضية الكلام مع الآخرين، أخو الزوج يجوز تتكلم وياه؟ نعم يجوز تتكلم، مع الأمن الوقوع في الحرام. هذا يشمل المرأة المعتدة وغير المعتدة. المرأة سواء كانت معتدة أو غير معتدة، إذا كانت تتكلم ويا الأجنبي مثل أخو الزوج وكانت هي تعمل على نفسها من الوقوع في الحرام، يجوز لها تتكلم. ما تعمل لا، ما يجوز لها. وكذلك أيضا بالنسبة للأكل، الأكل أيضا كذلك يجوز، طبعا محافظة على الحشمة والحجاب، يجوز أيضا كذلك.